يا ترى ايه اللي خلى رئيس قطاع الناشئين كابتن احمد المنشاوي يطلع في الوقت الحالي ويهاجم الاستثمار؟ ومش بس كده، ده كمان بيناشد الاتحاد نفسه وتداسيتي. ايه الجرأة دي؟ يسكت على كده؟ not for sure. لا اكيد، ده كمان بيطلع يرد على الاقاويل والتصاريح تخص عصام الحضري ضد حسام حسن. يا ترى الموضوع هيروح لفين؟ ما تيجي نشوف. let's see. Dear viewers, welcome. أهلا بكم من داخل تشانل هبة FM في برنامج فوتبول كلاب. مبدئيا كده كرة القدم ليها العالم الخاص بتاعها، يعني تقدر تقول كده عالم لوحده، وعشان تدخل العالم ده وتتقن كل تفاصيله يبقى لازم تكون في وسط الملعب، وده مش هيحصل إلا لو انت أصلا كان حلمك في الفوتبول سبورت. أما دلوقتي بقى خلونا ننتقل لفقرتنا الجبارة اللي كانت تكون فيها ضرب نار بالفعل وتصاريح لأول مرة بأشد الجرأة. جاهزين؟ Let's go. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوتبول كلاب. خلونا نبدأ الحلقة بأسئلة نارية اللي هيكون مستعد لإجابتها كابتن أحمد المنشاوي. أستر يا رب. أهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بيكي، اتفضل يا فندم. أول سؤال ليك يا كابتن، شخصيتك في الملعب غير بره الملعب، والكل هنا بيقول ان انت متكبر، ذو شخصية عنيفة، بتزعق كتير، حاجات من دي. شايفينك بطريقة تانية خالص غير اللي احنا بنشوفها بره الملعب يا كابتن. تحب ترد عليهم تقول لهم ايه؟ بص حضرتك، انا مش هرد رد دبلوماسي، هي لازم تبقى شخصيتي في الملعب غير بره الملعب، وعامة اللي شايفني كده هو شايفني كده عشان انا احسن منه. إجابة شيك ومختصرة، أحييك عليها كابتن. تاني سؤال ليك يا كابتن، إيه رأيك في التصريح اللي كان بين كابتن عصام الحضري وحسام حسن وبعض اللعيبة المصرية؟ بص حضرتك، كابتن عصام الحضري أو عصام الحضري بالأخص اللي هو قاله من وجهة نظري أنا غلط. كابتن حسام حسن شخصية محترمة جدا، راجل مدرب على مستوى عالي. أما جاء درب أندية، كل الأندية اللي هو دربها كانت فعلا في القاع أو في متأخر الجدول، بس خلاها في منتصف الجدول. كلمة اللي عصام الحضري يقول لك اللي هو مش هيقدر على منتخب مصر ومش هيقدر يصعد بيه، لا، حسام حسن يقدر يصعد بمنتخب مصر، يقدر يشتغل ويخليه في مكانه أحسن من الأول. أنت عصام الحضري بتطلع تتكلم وعمال تتكلم، أنت مرنت فين؟ السي في بتاعك إيه؟ مفيش، ما عندوش سي في. كابتن مع احترامي لحضرتك، كابتن عصام الحضري تاريخ، يعني تاريخ ومشوار طويل، ازاي مالوش سي في؟ عايزين نوضح الجملة دي. بص حضرتك، الكابتن عصام الحضري زي ما حضرتك بتقول يا كابتن عصام، تاريخ في كرة القدم انه لاعب، انما كمدرب مرن 6 شهور سيراميكا، راح مرن منتخب مصر في بطولة افريقيا، وحصل دروب ما بين الشناوي وابو جبل وجات لهم الخلفيه، وده تدريب خاطئ من مدرب حراس المرمى. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عايز الفت وجهه نظر حضرتك، عشان حضرتك طالما فتحت الموضوع هتقولي لي هو واخد من اكبر شهادات من دول وشهاداته عاليه واخد كل شهاداته من بره وما بيمرنش الا بره، والتصريح اللي هو قال انا مش همرن الا منتخبات. لا يا عصام، الشهاده بتبين للمشاهد اللي انت متعلم مش فاهم. بصي، ممكن تبقى معاكي شهادة وانت مش فاهمة. ايوه صح. ما هو العملي اللي انت بتقريه وتكتبيه غير اللي انت اللي درستيه، انما انت ما عندكش خبرات. بناء عن كده، طب انا دلوقتي بطلع اتكلم وبهاجم، هتسأل قانونيا صح؟ تقدري تنزلي على التتر دلوقتي الحاجة بتاعت عصام الحضري لما كروش وهو بيمرن معاه قال لك ده لا يصلح يدرب منتخب، لا يصلح يبقى مدرب حراس مرمى، بيحب الشو، بيحب التصوير. برغم عن كده انت كنت قاعد لمحمد الشناوي في كاس العالم، ازاي تدرب محمد الشناوي؟ خبرتك ايه في التدريب؟ ما هو عشان انا ابقى مدرب لازم يبقى خبرتي اعلى. السؤال اللي بعد كده يا كابتن، الاستثمار هيودينا لحد فين في مصر، وايه قصته معانا في الايام اللي جايه؟ بص حضرتك، الاستثمار، انا اتحاد الكوره، انا باشا اتحاد الكوره، بكلم اتحاد الكوره. اي مسؤول من اتحاد الكوره يقدر يطلع، مش يواجهني، يطلع يواجه الناس واولياء الامور. اي نادي دلوقتي بيطلب فلوس وبيطلب من اللاعب يدفع فلوس، بيدفع فلوس بناء عن كذا. الكارنيه ب 250 جنيه، طقمين ب 500 جنيه، ملعب ب 1000 جنيه، عندك اسعاف ب 700 جنيه. ما هو كل دي في ماتش واحد، ده في ماتش واحد بيعمل 2400 جنيه. طيب النادي هيجيبهم منين؟ النادي هيجيبهم منين وهو مفيش اصلا دعم من اتحاد الكوره؟ كابتن علاء نبيل لما مسك في اتحاد الكوره قال لك انا هلغي
وجهة الاستثمار. حضرتك انت مظبوط، الغي. ما هو انت عشان تلغي يبقى لازم تديني دعم، لازم تديني مقابل. طب انت ما بتدينيش مقابل، هسيب الولاد دي؟ طيب انت عملت خطأ السنة دي فاضح، وتقدر المدربين تطلع تتكلم لو في جرأة يطلعوا يتكلموا. انت لغيت 2003 و2004. طب انت لغيت 2003 و2004، يروحوا يعملوا ايه دول؟ يقعدوا في الشارع؟ يعني انت، طب ما انت دلوقتي لما بتلغي 2003 و2004 بتخلي الشباب تقف على الامم وتشرب وتعمل، وهنخشوا في سكه تانية. يبقى الاستثمار انت اللي حاطه. ما تقوليش انت بتاخد من ولي الامر فلوس. طب ما انا باخد منه عشان يصرف على ابنه، وانا باخد من ابنه علشان اصرف على الكوره. في انديه بتاخد بال15 وبال20 وبتاع، انما احنا بناخده حاجات رمزيه. ده راجع مثلا لنوع النادي اللي هو نازل فيه يتمرن ولا مش شرط؟ سؤال كويس. لا بص حضرتك، هم بيشتغلوا بالاسم التجاري. انت حضرتك دلوقتي مثلا بتلعب في نادي الاتحاد وبتدفع مثلا 25,000 جنيه، وبتيجي في نادي المصري بتدفع 4,000 جنيه او 3,500 او 2,000. انت بتيجي تدفعهم. طب ما هنا انت هتلاعب الاتحاد، هتلاعب المصري، ما هي البوله بتاعتهم. في حاجه اسمها بوله كده اللي هو الجدول، هينزل المصري هيلاعب الاتحاد، هيلاعب سموحه، هيلاعب الترسانه، فبتبقى ايه؟ البوله موجوده. طب ما انت هو ولا انت بتروح للاسم؟ ما هو ولي الامر برضك بيروح للاسم. زي الاختبارات بالظبط، دي معموله عشان ايه؟ مش عشان لعيب ينجح، معموله عشان يصرف. الاختبارات دي تصرف على القطاع، على المدربين، ازاي هيلبس، ازاي هيقبض. مفيش حد بينجح، لان انا عندي في فرقتي 25 لعيب 30 لعيب، هاخد من الاختبارات. والناس او ولي الامر مش فاهم. وما تيجي تفهمي ولي الامر بكده ما بيقتنعش. يعني ولي امر اكتر من كده لا. السؤال الشبيه للسؤال دوت، ممتاز به ولا درجه رابعه؟ ده بالنسبه لي انا بقى. انت كده بالنسبه لي بصي حضرتك، في الممتاز بيه دي حاجه تانية خالص. انا ما اشتغلت في الزرقاء واشتغلت في مدينه كفر الزيات، دي حاجه تانية خالص. هناك في تنظيم، في فلوس، في حاجات بتصرف. انما هنا في الدرجه الرابعه ولي الامر اللي بيصرف على ابنه. هناك في الممتاز لا، في حاجه، في رجال اعمال، في مطاعم، في كافيتريات بتبقى حوالين الملعب، هي اللي بتصرف على ايه؟ على انما كشغل طبعا فوق حاجه بروفيشنال. لما جيت طبعا دي اسكندريه دي بلدي، وحاجه انا اتشرفت لما اشتغلت في نادي المصري. انا اما قعدت معاهم، احنا كان هدفنا كله وما قعدنا والخطه بتاعتنا اللي احنا نصعد ان شاء الله بمشيئه الله هنصعد. اخر سؤال ليك يا كابتن عشان ننهي الحلقه، اخبار اكاديميتك ايه؟ كلمنا كده عن تفاصيل الاكاديميه، وعايزين نعرف هي بتتميز بايه عن باقي الاكاديميات الى حد ما، او حاطط هدفك فيها بنسبه كام في الميه؟ معايا في الاكاديميه كل المدربين بتاعتي يعني كلهم مدربين خبره، والسي في بتاعهم معايا. ويا ريت الناس اولياء الامور تفهم معنى الكلمه. فلازم يبقى معايا مدرب خبره عشان ده بيتعامل مع طفل ماشي. العقليه غير العقليه بتاعت اللاعب الكبير. ده رقم 1. رقم 2، انا هدف الاكاديميه بتاعتي، انا مش هقول لك زي ما الناس بتكتب ورق وتقول لك احنا اكاديميه تسويقيه واحنا كذا. لا، احنا فعل مش رد فعل. احنا كل ده بنعمله مطوشه وديه، ما بنعملوش اختبارات وناخدوا الناس ونعملوا اختبارات عشان يطلع لنا من الاتوبيس 500 600 جنيه. لا. بالنسبه للاسعار، بس اسعار رمزيه ولا لا اسعار عندي مش عايزين نعرف كام، بس عايزين نطمن المشاهد. هل هي اسعار رمزيه ولا هي زي ما احنا بنسمع بقيه الاكاديميات في اسعار خياليه؟ لا انا سعر رمزي، وعندي فرعين، فرع في كرير في الساحل الشمالي وفرع في الهانوفيل. وحضرتك ان شاء الله مشيئه الله يتحط رقم التليفون على الشاشه، واللي حابب يجي اهلا وسهلا بيه، واحنا تحت امرهم في اي حاجه. انا الاسعار بتاعتي رمزيه. انا هدفي الاول والاخير اللي الولد يتجهز عندي، وبطلع اعمل له ماتش ودي مع اكبر الانديه في مصر، اهلي، زمالك، اتحاد، سموحه، فاركو. اللعيب لما بيتاخد مني انا بيطلع لي شيك من النادي اللي واخده. يعني انا بيعتبر ببيع اللعيب، فانا مكسبي اللي انا ابيع اللعيب، مش باخد من ولي الامر. ما ببصش لل10 جنيه وال20 جنيه بس. هو اللي بيدفع اشتراك شهري، الاشتراك ده بدفع منه عشان برضك تبقى حضرتك فاهمه والمشاهد فاهم. بدفع منه الاشتراك الشهري ده، بدفع منه ايجار ملاعب، بدفع منه معدات، بدفع منه مدربين. طيب كابتن، احنا شرفنا بلقائك النهارده وسعدنا بلقائك جدا، وان شاء الله هنشوفك في حلقات قادمه باذن الله. في نهايه الحلقه انتظرونا في الحلقات القادمه في حلقات جديده باذن الله. كانت معكم اعداد وتقديم هبه جابر من برنامج فوتبول كلاب.